أبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. جون ادوارد اسمه المدير الرياضي لنادي الزمالك. هتيجي تقرا المسمى بتاعه ده تقوم تقف. الكذب ده ما يتسكتش عليه ابدا. الله يخرب عليك، الله يخرب عليك، خلي حد موتني. مرشح دي بتاعتك يا كابتن جمال. بيراميدز مرشح يكون افضل نادي في افريقيا. بيراميدز بقى خد مكان مين؟ اسمع الفاهم بقى، التميز العقلي. قول يا حبيبي. يا سلام. مش الاهلي اللي كان مرشح كل سنه؟ ايوه طيب ماشي. هو الاهلي اللي كان مرشح. الدكتور كمان درويش بيكلمني بيقول لي هتروح بكره من النادي الاهلي في الجزيره، هتاخد ال 100,000 جنيه معاك وهتجيب العقد. فانا عرفت ان الموضوع ده دخل في صفقه، كان الاهلي ساب ابراهيم سعيد، مشاكل تقريبا بين ابراهيم سعيد والاهلي. تمام. فكانوا عايزين ان ابراهيم سعيد ما يروحش الزمالك، انا هاخد العقد بتاعي من النادي الاهلي. هم اتفقوا على كده. ليه بقى؟ ان هو مقابل ان اديك عقد واقل ابراهيم سعيد ما يروحش الزمالك كمان. فده اللي حصل، فانا خدت العقد بسبب كده. حته صفقه يعني. بس ابراهيم راح الزمالك، نادي الزمالك بقى خد ابراهيم، انا ماليش عليه. دي الكلب عمره ما يتعدل. ناس جبلات معدومين الاحساس. ان مصطفى شلبي ودونجا كلعيبه، يعني سيبكم من عبد الواحد السيد، هو مدير كوره كده كده، يقعد في المدرج يقعد في الملعب، مش قصه. سنتين مش هيلعبوا السوبر المصري. طيب يا سيدي شكرا. كتير اتكلموا على فكره دونجا موقوف من السوبر، هو ومصطفى شلبي وكابتن عبد الواحد السيد. طلع قرار ضدهم بعد السوبر اللي فات، اللي هو تقريبا من سنه وشويه. فالحقيقه ان احنا قلنا ان الكلام ده عالي تمام الصحه، وان ده كان شغل سوشيال ميديا هي اللي طلعت هذا الخبر، وان مفيش قرار رسمي طلع من اتحاد الكوره. كنت غلطان غلط كبير. تقصد ايه بالكلام المسك؟ اما تخيلت ان النادي الاهلي غير جدير بالدوري المصري. انا غلطان. طيب يا سيدي شكرا. مصر كلها باسم بعد ما زيزو مشي قال لك الزمالك الناحيه اليمين قفلت. كمل. جبنا ولد صغير كده، هيجي له عروض من الخليج. بص يا كابتن 500 عرض. جبنا ولد صغير كده مجنن مصر بحالها. كفاياك بيت عادي. مين؟ بزير مصر بحالها. فين بقى مصر؟ انت نمت بقى بعد ماتش الاهلي؟ ما شفتش ماتش الاهلي؟ نعم. ماتش الاهلي ما اتفرجتش عليه؟ نمت. انت في 2005؟ لا انا ما بنامش يا شريف. لا عيب. خالص. بتقل دم امك، ما بحبوش الواد ده. محترمه، واقسم بالله 3/4 هيلعب دوري ممتاز. بس اسمع الفاهم بقى، التميز العقلي. قول يا حبيبي. بس يجي لي 3 بونت الماتش اللي جاي، على الله نطلع في القناه اعمل لكم فين. يا ابن الايه. طيب هتيجي ارد لك على واحد. امام عاشور لما رجع وكان طالب نادي الزمالك، مش حضرتك قلت كده؟ الزمالك ما خدوش ليه؟ اتفضل كمل. ماليش دعوه. انا راجع عندي ايه احسن لعيب في مصر. احسن لعيب في مصر امام عاشور. شايف البني ادمين اللي ناقصهم ديول ويبقوا بقر. طيب يا سيدي شكرا. رجال الاعمال فين؟ المحبين والداعمين والمؤثرين والباكين. وانا بقالي سباقك 3 مليون دولار. طلع في خلال ال20 سنه اللي فاتوا في النادي الاهلي. انت بتعتمد على لعيبه نادي الزمالك، وبتعتمد على محترفين، وبتعتمد على لعيبه وباقي الانديه. القوام الاساسي اللي في النادي الاهلي خلال ال20 سنه ما طلعش غير 15 ناشئ. طبعا. طول ما نادي الزمالك وجمهوره او ادارته بيبصوا على فريق النادي الاهلي، برافو عليك يا مش هنطلع لقدام. لعب 4 مواسم دوري خدهم الاهلي. كفاياك بيت عادي. على فكره اوكي. لا اتفضل. انا الاهلي قعد 9 سنين من موسم 48 لحد موسم 59 60. 9 سنين، لان في سنه 52 تقريبا ما اتلعبتش البطوله، تقريبا 52 او 53 ما اتلعبتش. 9 سنين بياخدوا بطوله. اتفضل كمل. سنه 58 المشير عبد الحكيم عامر، هو كان زملكاوي طبعا، كان هو رئيس اتحاد الكوره. سنه 59 60 الزمالك خد البطوله، والاهلي ما طلعش قال فيه مؤامره عليا ولا حاجه. والمهندس حسن عامر اللي هو بقى رئيس تاريخي او رئيس واحد من اهم رؤوس نادي الزمالك، كان عضو في اتحاد الكوره، يعني مع اخوه في اتحاد الكوره. واول ما مسكوا يعني فرقه مسيطره 9 سنين، الاهلي مسيطر 9 سنين ماشي في الصحراء لوحده بقدره قادر. بعدها بسنه الزمالك ياخد اول بطوله ليه سنه 59 60. دي الكلب عمره ما يتعدل. ناس جبلات
معدومين الاحسان. انت مش قد انك تجيب لعيبه وتصرف عليهم، ما تجيبهمش. مين قال لك؟ ما هو في الاخر بيمشي ويشتكيك وياخد غرامه ويدفعك. انت كل مره هو ايه اللي ما حصلش؟ خطا متكرر. عمال تقول عمال يسدد في الغرامات وفي الاخر تقول لي ما حصلش. خطا متكرر. بقول لك ايه برضو طب وبعدين؟ في طرد لاحمد نبيل كوكا لغايه اللحظه دي. الحكم هايل طبعا. الحكم نجم المباراه وطرد. بعد كده حس ان هو ندم ان هو طرد، فقعد يدور لغايه لما اتلكك لكريم الديب وقام جاي مطرده بعد دقيقتين عشان يعمل التوازن. يا عم انت عملت الصح، كوكا يطرد وكان مروان عطيه يطرد لانه واخد انذار برضه ومسك الراجل، وانت عملت فيها نفسك من بينها وقلنا ماشي مش مشكله. دي الكلب عمره ما يتعدل. ناس جبلات معدومين الاحسان. انا قلت الزمالك اكتر فريق في العالم خد المركز الثاني في الدوري في بلاده. للاسف المعلومه طلعت لا، المعلومه للاسف طلعت مش حقيقيه. الزمالك طلع ثاني اكتر فريق في العالم خد المركز الثاني يا ابن الايه ثاني حتى في الوصافه وصيف. فانا بعتذر له يعني اللي طلع رينجرز. الحمد لله المعلومه رينجرز الاسكتلندي هو الاول بفرق ثلاث القاب عن الزمالك. طيب لو الزمالك كان ربنا كرمه الثلاث مواسم اللي فاتت دي وخد المركز الثاني كان زمان رحت. مش عايز اعتذر عن حاجه ثانيه يا كابتن. يا عم متضايق والله. مش عايز اعتذر عن حاجه ثانيه. عن ايه؟ انت قلت الزمالك كذب باللفظ كده، كذب في موضوع بزيرة واعلن ان المقابل المالي ما اعرفش ايه ده؟ فين بس ليه فين؟ ما انا ما اعرفش. الراجل كتب لكم بوست، اتمنى ان البوست يكون وصل لكل واحد. لما الاقي بزيرة والله العظيم انا اعتذرك لما الاقي بزيرة. حاضر. بيلعب السلسله، يطلعوا كلهم مع بعض ويرجعوا كلهم مع بعض. يا مصيبتي. وهناك يقين، مفيش شك، احنا هنتعادل طبعا. هنكسب وهنخلص. يا اخي تحس ان هم بيلعبوا ايه يا عم؟ ده الزمان هات يا عم الكوره، هم جابوا جون يا عم، هات الكوره بقى. طب الشحات نازل يبوس الشنجار. شنجار ايه يا شحات يا اللي بتبوسه؟ مش محتاج تبوس حاجه والله يا ابني. هم في اللي جوه معاهم نحسهم الزمالك نحسه معاه. وجمهور النادي الاهلي قاعد يعني بيبص في الساعه، بس هي مساله ساعه. يعني هو الساعه كام وهو الشخشبان امتى؟ يعني هتنزلوا الطبق الرئيسي الساعه كام؟ عايزين الحمراء، عايزين الحمراء. طب خد. فصلوا على خير البشر.